الاتصال مرة أخرى بالدكتور. دكتور هاني، طمنا يا فندم على بورصة الذهب والوقية، وصل فين يا فندم؟ بص يا فندم، في البدايه كل سنه وحضرتك طيب. طبعا يمكن الاسبوع اللي فات كان في طبعا خبر الدولار الامريكي ده، كان رقم 2 السنه دي. يمكن تم تثبيت سعر الفائده للمره الثانيه على التوالي في سنه 2025 من 4 وربع الى 4.5%. تمام. طبعا ده ساعد بشكل كبير جدا الارتفاع الذهب الى رقم تاريخي. يمكن اوكي سجلت في 20 مارس 3057 دولار، وده رقم تاريخي بالنسبه لنا. طيب احنا طبعا يمكن الفتره اللي فاتت دي الذهب في حاله، يمكن لو مسكنا الذهب خلال عام اللي فات من مارس لمارس من خلال السنه دي، الاوكيه ارتفعت بالظبط 1019 دولار. يعني تخيل فتره السنه دي، يعني الاوكيه كانت بدات مارس اللي فات عند 2038 دولار، وصلت الرقم التاريخي 3057 دولار. طيب النهارده السوق فين؟ يمكن النهارده كان في ارتفاع طفيف في اسعار الذهب. يمكن اوكيا دلوقتي يمكن من دقيقتين بالظبط وصلت 3050. هل يوصل لرقم ويكسر رقم التاريخي دوت؟ طيب احنا توقعاتنا يمكن الفتره الجايه بالذات رغم الارتفاع التاريخي في اسعار الذهب. بالنسبه للمشاهدين طبعا احنا بنحاول كل مره نقول لهم لما بنتكلم في الاوكيه لازم نعرف ان سعر الجرام بكام. الوزن الاوكيه 31.10 عيار 24. فالرقم التاريخي دوت اللي هو 3057 لو سميها اديك سعر الجرام بالظبط يعني حوالي 98 دولار عالميا. طيب دلوقتي احنا توقعاتنا ايه الفتره اللي جايه يا ستة؟ هل الذهب هيرتفع؟ هل هينخفض؟ لازم احنا لو يمكن دلوقتي يمكن السعر العالمي دلوقتي كام حاليا؟ حوالي 3047. احنا لو شفنا الذهب الفتره الجايه فوق المستويات 3080 دولار، هنتوقع ان الذهب هيبقى فيه مزيد من الارتفاع الفتره القادمه. نعم. طب نقطه الانخفاض فين بتاعتنا بتاع الذهب هنا؟ عند 2980 دولار. يعني هنقول ده التصحيح الأولاني يا دكتور هاني؟ نعم؟ ده التصحيح الأول؟ ده يعتبر الأول، ده الأول. لو نزل تحت المستوى 2980 كده بنقول الذهب هيبدأ ينخفض، ولكن ده انخفاض ده ويبدأ يستمر في انخفاض. ولكن حاليا الذهب فين؟ الذهب من أول يوم الاثنين لحد الآن الخميس ماشي في اتجاه عرض يتراوح بين 3002 دولار إلى يمكن النهارده بدأ يتحسن وصل 3050 دولار. ده يمكن التحليل بتاعنا خلال الفترة. ولكن في سؤال لازم طبعا نقوله كل سنة للمشاهدين. بس يا دكتور هاني كان في توقعات ان هو ممكن يوصل 3300 دولار واحيانا 3500 دولار. ده طبعا بعض المؤسسات الماليه العالميه. تمام. بص حضرتك، في مقولات كتير يقول لك الاوكيه هتوصل 3000 ونص، 3400 و4000. في البورصه يا فندم مفيش حد يقدر يقول لك ان الرقم ده هيوصل في اليوم الفلاني. الكلام ده مش مظبوط. كل توقعات زي ما انا قلت لحضرتك، لو توقعت في حاله الارتفاع وانخفاض، ولكن انا ما اقدرش اقول لحضرتك ان الاوكيه هتوصل ل 3000 ونص مثلا في اخر السنه. ده كلام مش منطقي. احنا ممكن توصل بكره، ممكن توصل بعد، مفيش حد فينا، ولكن احنا بنتوقع بس. انا مثلا جبت توقعات دلوقتي، توقعت ايه؟ في مرحله الارتفاع والانخفاض. ما اقدرش انا اوجه الناس يعني الانخفاض لحد 2980 دولار، اما الارتفاع لحد كام؟ 3080 دولار. لو شفنا الاوكيه هترتفع في المستويات دي. طب لو اخترق 3080 هيوصل لكام يا دكتور؟ لا كام؟ لو اخترق 3080 يبقى المحطه اللي وراها وارتكز على ال 3080 يبقى المنطقه اللي وراها تصل 3100 تقريبا. 3100 اذا كسر ل 2980. تمام. لو نزل بقى تحت المستويات 2980 ممكن يستهدف مستويات 2950 دولار. ده بالنسبه للارتفاع والانخفاض. ولكن المقوله المنتشره كل سنه ده هيوصل لمستويات كذا، لا دي اخبار بتطلع هدفهم نوجه الناس للشراء. لا احنا مش بنوجه الناس، احنا بنقول حل في مرحله الارتفاع والانخفاض. طيب في حته مهمه جدا بنحاول نقولها كل سنه لحضراتكم. يعني هو الذهب بيرتفع في رمضان؟ هو الذهب يمكن المقوله دي كل سنه بنقولها. هل الذهب بيرتفع في رمضان والاعياد والكلام ده؟ طبعا الكلام ده مش مظبوط. دي ارتفاعات عالميه. الله ينور لحضرتك. بس لازم نوجه المشاهدين كل سنه. اللي في ناس تيجي تقول لك ايه؟ هو الذهب هيرتفع في العيد؟ هو الذهب لا. احنا لازم نقول لهم ان الذهب ده سعر عالمي وليس سعر مصري. فالذهب
بحسب التوجيهات العالميه بيرتفع زي ما احنا شفناه، ارتفع او انخفض. ولكن في مصر وكندا لا، مش مظبوط الحته دي حته بنحاول نوجه فيها المشاهدين خلال الفتره اللي فاتت. أشكرك دكتور هاني بشير خبير أسواق الذهب، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. من العود مرة أخرى، الأهرام حوافز